ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الغزوة، غزوة بدر الأولى، لأن الغزو إلى جهة بدر ثلاث كلها ستأتي عند الإمام ابن كثير، وهذه غزوة بدر الأولى، وتأتي قريبا غزوة بدر الكبرى، وهي أول الغزوات الكبرى التي هي من أمهات غزوات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى، وستأتي غزوة بدر الكبرى، وتأتي أيضا فيما بعد لاحقا غزوة ثالثة تتعلق ببدر. كل ذلكم يأتي عند ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى. ولهذا الخروج سبب، لهذا الخروج، خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة بدر، لهذا السبب، وذلك أن كرز ابن جابر الفهري، وكان رأسا من رؤوس المشركين، أغار على سرح المدينة، أي على مواشي للمسلمين من إبل وغنم، أغار عليها وانتهب منها وذهب إلى جهة بدر، فطلبه، يعني لحقه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج في هذه الغزوة التي تسمى غزوة بدر، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز، يعني لم يدركه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفاته كرز فرجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة. كرز الذي كان رأسا من رؤوس المشركين، وجاء وانتهب من سرح المدينة مواشي إبل وغنم للمسلمين، وذهب فارا بها، ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، فات النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معه هذه الإبل ومعه هذه الغنم. كتب الله سبحانه وتعالى له الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأمور العجيبة والموافقات العجيبة أن قصة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة وقد أصابهم المرض والإعياء والهزال، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا عند إبل الصدقة يشرب من ألبانها وأبوالها، فجلسوا عند إبل الصدقة بتلك الأجسام المريضة الهزيلة الضعيفة، حتى وأخذوا يشربون من الألبان والأبوال حتى استصحت أجسامهم وقويت أبدانهم. فماذا قابلوا هذا الإحسان وهذا الإكرام؟ قاموا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فارين بها. بعد هذا الإحسان العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بهذا الصنيع، قتلوا الراعي وساقوا الإبل فارين بها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أرسل إليهم من أصحابه من يدركونهم ويأتون بهم، وكان على رأسهم أمر عليهم كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه، أرسله في إثر العرنيين فأدركوهم وأسروهم وأتوا بهم. فهذه سبحان الله من الموافقات العجيبة. يعني قبل هذه القصة بوقت اقتاد هو من إبل المسلمين وماشيتهم وفر بها، وطلبها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يدركوه،
ولم يدركوه، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى له الإسلام ويسلم ويحسن إسلامه، ثم تحصل هذه القصة وأيضا تتعلق بإبل المسلمين والفرار بها، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو أميرا على البعث الذي بعثه في إثر هؤلاء الذين فروا بإبل الصدقة، ويدركهم ويأسرهم ويأتي بهم. وقام النبي عليه الصلاة والسلام بالتنكيل بهم جزاء لهذا العدوان والبغي العظيم الذي قاموا به، ولم يقدروا الإحسان العظيم الذي أكرمهم به صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الراعي وفروا بالإبل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بسمل أعينهم وإلقائهم في الحرة حتى ماتوا عقوبة لهم على هذا العدوان العظيم والبغي الذي قاموا به ضد المسلمين، وقتلهم لأحد أفراد المسلمين وفرارهم بإبل الصدقة. الشاهد من ذلك أن البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام للإتيان بهؤلاء كان الأمير على خيل المسلمين هو كرز بن جابر رضي الله عنه، صاحب هذه القصة التي ذكرها ابن كثير هنا في قصة غزوة بدر الأولى. نعم.